تعالوا النهاردة نزين مع بعض تورتة الخروج على المعاش. طبعا بعض الزملاء عملوا طبعا لزميلهم تورتاية بمناسبة خروجه على المعاش. عملت التورتاية طبعا شكلها زي البرواز كده، وشكلها جميل وكتبت عليها باللون الذهبي. هقول لكم ازاي كتبت باللون الذهبي، وكان اللون سلس جدا معايا وكان اللون بتاعها جميل جدا. ندخل بقى على تفاصيل فيديو النهارده. معايا تورته مقاس 30 في 30، طبعًا خبزتها من الإسفنج الجاهز، هاشيل ورق الخبز منها وقشرت طبعًا الوش بتاعها. بعد كده هابدأ إن أنا أقسمها ل3 ديسكات بالطرنش كده، باحدد من برّه وبابدأ أفصل من جوّه. جبت قاعدة تانية وحطيت عليها الديسك اللي أنا قطعته، وده الديسك التاني وده الديسك التالت. هاجيب بعد كده البورد وأحط عليه شوية من الكريمة، وهابدأ أوزعها كده، وأحط أول طبقة من الكيك وأحشيها طبعًا بالكريم شانتيه. وافرد الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده واسويه، وبعد كده احط الطبقة التانية من الكيك. حسيت الطبقة التانية من الكيك كده فيها جزء عالي، شلتها كده بالطرنش وسويت كده طبقة الكيك، وحطيت كريمة، وابتديت ان انا اوزعها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. حطيت الطبقة التالتة وابتديت ان انا اظبطها، واي زيادة من الكريمة طبعا سويتها كده على الديسكات من بره، وحطيت طبقة خفيفة من الكريمة علشان تربط لي الديسكات، وكمان ما تظهرش معايا فتافيت الكيكة على التورتاية من فوق. وبعد كده حطيت الكريمة بتاعة التجليس، وهبدأ كده أجلس التورتاية بتاعتي. ولازم أظبط سطح الكيك مع الجوانب. طبعا أنا وبسحب الكريمة بتتسحب ممكن مني كريمة فبتظهر طبعا الكيك، فبحط كريمة تانية واظبط ايديا وانا بسحب. وطبعا لازم اساوي سطح الكيك مع الجوانب. بظبطها تاني كده، واي زيادة بتطلع من الكريمة على سطح الكيك من فوق بسحبها لجوه. بعد كده جبت السكرابر المشرشر وابتديت ان انا اعمل كده شرشرة على الجوانب بالشكل ده، واي كريمة زيادة طبعا بسحبها كده وبظبط سطح الكيك. بعد كده ابتديت ان انا احدد الكيك بتاعي علشان اعمل سطور اكتب عليها. طبعا كتبت باللون الابيض الاول: نبارك لك نهاية المسيرة او مسيرة العطاء. مبارك التقاعد. وطبعا كان مطلوب ان انا اكتب اسم المتقاعد او اللي طالع على المعاش: شاذلي عبد الوهاب. جبت طبعا اللون الذهبي، شايفين اللون الذهبي سلس جدا معايا. طبعا انا جربت طرق كتيره من على النت لكن ما ظبطتش معايا. ابتديت ان انا افكر اعمل اللون الذهبي ازاي ويطلع معايا بالشكل ده. جبت الروتس، ممكن لوتس او روتس، انا بس استخدمت هنا روتس، وضفت ليه شويه من الزيت، وبعد كده حطيت عليه اللون الدست الذهبي وخلطته كويس جدا مع بعض، وحطيته في الكيس الحلواني. وابتديت ان انا امشي على الكتابه، وطلع اللون بتاعه رهيب جدا جدا جدا، احسن من اي طريقة تانية ان احنا نحط زيت وبعد كده نحط الدست عليها مباشر. مش بتطلع بنفس الجمال والحلاوة بالشكل ده. جربوها هتعجبكم جدا. وبعد كده عملت طبعا وردات ان انا اصور بيها كده التورتاية، وبعد كده زينتها بشوية من الشوكولاتات علشان تظهر كده شكل التورتاية. وحطيت كده شوكولاتة في مقدمة التورتة كده، وطبعا رشيت كده سكر ذهبي. حسيت كده ان هو يعني ادى شكل حلو، وبرده اللي هو الكريسبي الذهبي برضو حطيت شوية. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه لايك واشتراك في القناة.